السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال. رجعت لكم فيديو جديد، وصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي على الطريقة الأفغانية، وصفة جرين شيكن أفغاني أو دجاج الفطر الأفغاني. نشوف الفيديو للنهاية ونتبع الطريقة والمقادير. بسم الله نبدأ. معايا هنا نص من الدجاجة، أضفت عليها ملعقة كبيرة من الزنجبيل والثوم المهروس، وأيضا ملعقة كبيرة من الشطة الخضراء المهروسة اللي هي الفلفل الأخضر المهروس، ونفس الملعقة أو نفس المعيار أضفت من الخل الخضروات، ونخلطهم مع بعض. يعني ندهن الدجاج بالمكونات. تمام. بعدين نخليها على جنب لمدة ساعة ساعتين. الأكلة الطبخة هذه لا تجهيز مسبق. إذا جهزتيها من قبل وخليتها في البهارات يكون نتيجة أفضل. نيجي نجهز الصوص. هنا معانا كيلو، نصف كيلو من الزبادي، وأيضا ملعقتين من قشطة اللبن. إذا مش حابة قشطة اللبن تستبدليها بكريمة الخفق الطبخ العادي. الكزبرة هنا أنا أخذت حزمة كبيرة. هذا كله نخلطه مع بعض. نخلط الكزبرة والقشطة والزبادي الخلاط. نضيف الزبادي حتى لسهولة الخلط للماكينة، يعني ما تخترب علينا، لأن احنا ما عشان نضيف ماء ولا نضيف ماء ولا شيء. هذه النتيجة. إذا في معك مثلا فلفل الحلو تقدري تضيفي أيضا معهم. بس بعد ما نضرب الزبادي والكزبرة والقشطة نضيفه على الدجاج، ونضيف البهارات: ملح ملعقة ونص، ملعقة من الفلفل الأحمر، وملعقة جرام مسالة، كركم ملعقة، وأيضا ملعقة من الفلفل الأسود، وملعقة من الكمون، وملعقة ونص من الكزبرة الناشف، وملعقة صغيرة من أوراق الحلبة الناشفة يقولوا عليها هانا قصوري ميتي، وهي عبارة عن أوراق الحلبة الناشفة يجففوها ويستخدموها في الطبخ. نخلط المكونات مع بعض بهذه الطريقة، ونتركها أيضا لمدة 10 دقائق 15 دقيقة على جنب، حتى إن الدجاج يعني تتشرب من الصوص اللي منقوع. ونجي نسخن الزيت في مقلاة ثانية. زي ما قلت لكم الأكلة لا تجهيز مسبق، بس هذه المقلاة معانا. إذا في حال مش متوفر معكم هذه المقلاة تستخدموا المقلاة العادي. بس أضفت هنا قليل من الزيت، وسخنا المقلاة على نار متوسطة. لازم تكون على نار متوسطة. بعدين نضيف قطع الدجاج، نحمر قطع الدجاج. نضيف القطع الدجاج واحد، يعني واحدة جنب واحد، نرسم بهذه الطريقة ونخليهم يتحمروا على يعني على نار متوسطة. ونطحن الهيل والقرفة والقرنفل 3 المسمار أو الزر. بس بعد ما يتحمروا الدجاج معانا بهذه الطريقة لازم نقلبهم على كل. طبعا نحمر كل الكمية الموجود معنا بهذه الطريقة. نرجع للهيل والقرنفل والقرفة. بالعادة ينضافوا يعني إلى الصوص يعني صحيح. إذا مش حابين يعني تضيفوهم صحيح تقدروا تطحنوهم. بس هذه كل الكمية الذي معانا، هذه كل الدجاج. نيجي نجهز الصوص. هذا القرنفل والهيل بالعادة نضافوا صحيح قلت لهم، بس يكونوا مزعجين جدا في الفم لما تاكلوا، والحبة صغيرة معي. هنا أضفنا الصوص الذي كان الدجاج فيه منقوع، وخلينا يعني يغلي. وأضفت أيضا ملعقتين من القشطة الحليب، ونضيف الدجاج ونحركهم. بعدين نغطيهم حتى ينطبخوا على نار متوسطة لمدة 15 ل 20 دقيقة إلى 30 دقيقة. هذه هي النتيجة.
وأتمنى أن أنتم تستفيدوا من الوصفة وتجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وأيضا أشكر كل من يعلق بتعليق يعني تمام، ومن كل من يشجعني ويحط لايكات للفيديو. وانتظروا الفيديو جديد، وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما يعني أوصيكم باللايك والاشتراك في القناة، ولكم جزيل الشكر.